السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. الشيعة يريدون يجعلون معجزات وهمية للأئمة، لكن يطعنون فيهم بدون ما يشعرون. يعني يريدون يجعلون معجزات للأئمة لكن بعد ما يطعنون فيهم، وهذه التفاهة الرافدي. شوفوا هنا هذه الرواية هي في مناقب الإمام أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان الكوفي، المجلد الثاني صفحة 192. يقول محمد بن سليمان، هو يقول في الباب: خير الراحة ودورانها في خدمة فاطمة وهي نائمة صلوات الله عليه. محمد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي قال: حدثنا محمد بن أبي البالول عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارا ليدعو عليا. قال: فجاءه إلى بابي فوجده مفتوحا، فجعل يقول: أين أبو الحسن؟ قال: فصوت عمار أصوات وليس يجيبه أحد، وسمع صوت راحة تدور، فظن عمار أن ما يمنعهم من إجابته هو صوت الراحة، فقال: إنما أنا رسول الله، وإنما هي ابنته. قال: ففتحت الباب فدخلت فإذا راحة تدور، يعني وحدها، وليس يديرها أحد، وإذا فاطمة نائمة والحسين على ثديها. شوف الكارثة، يجعلون معجزة أن الراحة تدور وحدها، ولكن نسوا بأنهم طعنوا في عرض فاطمة، أن عمار جاء ورأى فاطمة نائمة والحسن على ثدييها، يعني عمار اكتشف أو كشف الثدي، أو عفوا شهد الثدي، والحسن على ثديها قد نام معا، والحسين على ثديها قد نام معا. قال عمار: فخرجت وأنا ذعر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال لي: وما يعجبك من هذا يا عمار؟ إن كان الله نظر إلى ابنة نبيه فأيدها بملك يعين على ظهرها، يعني كأن فاطمة نامت والراحة تدور وحدها والملك هو ولكن نسوا بأنهم طعنوا في عرض فاطمة، كما قال صاحب اللامع.